يلا نعمل مع بعض غدا اقتصادي وسهل وبسيط، ما بياخدش وقت، وكل حاجة ان شاء الله تكون متوفرة في البيت. كل حاجة النهاردة هنستعملها بمكونات سهلة وبسيطة. هنطلع احلى واشيك سفرة غدا وتنفع للعشاء، حلوة جدا ومش هتكلفنا اي حاجة خالص. هنعمل مع بعض صينية عجة بطريقة اقتصادية جدا وطعمها تحفة، وهنعمل صينية بتنجان مشوي بالطماطم وان شاء الله يعجبكم. وعلشان نعملها، اول حاجة عندي هنا حلة هنزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هننزل عليه الزيت ببصلتين وسط مفرومين ناعم. بعد كده عندي هنا البصل، هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا مع الزيت لحد لما البصل معايا تدبل وتاخد لون ذهبي بسيط. هنسيب بقى البصل لحد لما يدبل كويس جدا ويكون معانا بالشكل ده كده. بعد كده لما البصلة بتاعتي دبلت وبقت بالشكل ده، عندي هنا نص لتر من عصير الطماطم. نص لتر من عصير الطماطم هنستعمله في الغدا بتاعنا كله النهاردة. هناخد نص لتر عصير الطماطم على البصل ونخلطها مع بعض كويس وبعد كده هنزل عليه البصل والطماطم بمعلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم. وبكده تكون تسبيكة البصل بتاعتنا جهزت. هنسيب بقى الطماطم مع البصل تتسبك كويس جدا لحد لما الطماطم تتسبك وتكون معايا حلو. بعد كده عندي هنا صينية نزلت فيها بمعلقتين من الزيت. بعد كده هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. وبعد كده هنبتدي نخلط الثوم مع الزيت ونسيبهم يتشوحوا كويس لحد لما ريحة الثوم تبدأ ان هي تطلع وياخد لون ذهبي، وما نغمقش الثوم علشان الثوم معايا ما يمررش. بعد لما الثوم بتاعي دبل وخد لون ذهبي بالشكل ده، بعد كده هنزل عندي هنا بالنص التاني من عصير الطماطم. بعد كده لما نزلت على الثوم بعصير الطماطم هنضيف عليه معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من السكر علشان الطماطم، وكمان هنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البابريكا علشان تعزز اللون وبتدي طعم حلو جدا. بعد كده هنسيب الطماطم مع الثوم لحد لما الطماطم بتاعتي تتسبك، وبكده يكون عملنا تسبيكة بالبصل وتسبيكة بالثوم. بعد كده عندي هنا التسبيكة بتاعة البصل اللي احنا سبكناها. تسبيكة البصل لما اتسبكت وبقت معايا بالشكل ده، بعد كده هنعمل منها عجة سهلة واقتصادية وحلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. علشان نعملها، اول حاجة عندي هنا كوباية من الدقيق وكوباية من الخضرة، بقدونس او كزبرة. انا استعملت في العجة عندي هنا كزبرة خضرة وحبة من البيض ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر او البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، كمون، كزبرة، بابريكا، وملح، ورشة صغيرة من الشطة اختياري، كوبايه الا ربع من الميه. اول حاجه نزلت عندي هنا في البوله بكوبايه من الدقيق وكوبايه الا ربع من الميه. بعد كده بنخلطهم مع بعض كويس جدا، والقوام بتاعه بيكون الى حد ما تقيل شويه، ونفضل نخلطهم مع بعض كويس لحد لما القوام معايا بيكون بالشكل ده كده. بيكون الى حد ما تقيل شويه عشان احنا لسه هنخفف القوام، فبالتالي يكون معايا القوام مظبوط. بعد كده هنزل على خليط الدقيق والمية بحبة من البيض، وبعد كده هضرب الخليط ده كله مع بعض كويس، ومعايا القوام بيكون بالشكل ده كده. بعد كده عندي هنا خليط البصل والطماطم، هنزل عليه بكوباية من الخضرة والبيكنج باودر والتوابل وخليط الدقيق والبيض. وبعد كده نفضل نخلط الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا
لحد لما كل المكونات تمتزج كويس جدا مع بعض. بعد لما خلطناهم مع بعض بيكون بالشكل ده كده، حلوة جدا وسهلة وطعمها تحفة جدا. وبعد كده عندي هنا صينية هنزل فيها بمعلقة صغيرة من الزيت. بعد كده بنسيب الصينية دي تسخن كويس جدا مع الزيت. بعد كده بننزل عندي هنا بخليط العجة، وبعد كده بنوزع العجة كويس جدا في الصينية ونسيبها على نار متوسطة لحد لما العجة معايا تبدأ ان هي تتشمع وتكون معايا بالشكل ده. تبدأ ان الحواف تبدأ ان هي تتشمع وتاخد لون كده. احنا بنخلي معانا العجة ما تاخدش وقت كتير في الفرن، وكمان نضمن ان هي تاخد لون كويس من تحت. بعد كده عندي هنا الطماطم اللي احنا سبكناها بالثوم. لما اتسبكت بالشكل ده عندي هنا حبتين من البتنجان شويتهم وبعد كده قشرتهم، بعد كده هرستهم كويس جدا بالشوكة. بعد كده هنزل على الصلصة بالثوم او تسبيكة الطماطم بالثوم بالبتنجان اللي احنا هرسناه، مع ملح وكمون وكزبرة ورشة صغيرة من الشطة اختياري. وبعد كده هنخلط البتنجان مع الطماطم كويس جدا لحد لما البتنجان يتوزع كويس جدا في الطماطم. وبعد كده وزعناه بيكون بالشكل ده كده، حلو جدا. جربوها يعجبكم جدا جدا، ما بياخدش وقت وطعمه تحفة جدا. وبعد كده بندخل العجة والبتنجان بتاعنا الفرن على درجة حرارة متوسطة لحد لما ياخد لون كويس من فوق. وبعد كده لو الفرن بتاعنا ما بيولعش من فوق ومن تحت بنسيبه على نار من تحت لحد لما ياخد لون كويس جدا. وبعد لما الحواف بتاعه العجة او البتنجان تاخد لون بنبتدي نولع الشواية لحد لما يكون معانا لونه حلو جدا بالشكل ده كده. وبعد لما بيستوي معانا بنبتدي ان احنا نقطعه مربعات او اي حاجة، وبيكون معانا بالشكل ده صينية العجة وصينية البتنجان المشوي. طعمه وريحته تحفة، جربوها يعجبكم جدا جدا. وده كده شكل الغدا. غدا سهل واقتصادي حلو جدا، ما كلفناش اي حاجة خالص، وعملنا احلى سفرة تنفع للغدا وتنفع للعشاء وطعمها تحفة جدا. وطول ما انتم محتارين في الغدا اعملوا الغدا ده يعجبكم جدا. عندي هنا بطاطس، كان حبتين من البطاطس غسلتهم كويس جدا وبعد كده دخلتهم الفرن لحد لما البطاطس بتاعتي اتشوت واستوت معايا. بعد كده بنقشرها وهرستها بسمنة بلدي، وبعد كده بشوية ملح وبنرش عليها شوية شطة وبتكون طعمها حلو جدا. وعندي هنا العجة هنقلبها مع بعض، وده كده شكل العجة حلوة جدا وسهلة واقتصادية. احنا عملناها قبل كده مع بعض وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. احنا عملناها قبل كده والنهاردة حبيت ان انا اعملها معاكم اقتصادية علشان تكون سهلة لأي حد ممكن ان هو يعملها، وبجد طعمها وريحتها تحفة وحلوة جدا واقتصادية. طعمها حلو جدا، محدش يتخيل ان هي بيضة واحدة، وحلوة جدا. جربوها تعجبكم، وان شاء الله الفترة اللي جاية نبدأ ان احنا نعمل مع بعض اكلات اقتصادية تكون على قد الايد وكمان تكون حلوة. وده كده شكل الرقاق اللي احنا عملناه في الفيديو اللي نزل لكم، فيديو الرقاق الطري بكل سهولة، طعمه حلو جدا وتحفة. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة. مع الف سلامة حبايب قلبي.